السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ هنعمل النهاردة حاجة حلوة كده سهلة وسريعة نقدر نقوم نعملها في اي وقت وبمكونات بسيطة جدا. معايا نص مج من جوز الهند ونص مج من دقيق السميد وكوباية من الدقيق بنفس المج. ودي المج بتاع القهوة الصغير، عسل اسود وفانيليا وبضاية. حطيت معلقتين كبار من السمنة، اي سمنة موجودة، معلقتين كبار من السمنة. هحط عليهم البيضة واقلبهم مع بعض، وبعدين احط الفانيليا، وبعدين احط المج الصغير عسل اسود. ده المج بتاع القهوة يا جماعة، مش مج كبير، مج صغير بتاع القهوة. وهنقلب كويس العسل مع السمنة مع البيضة مع الفانيليا. هحط دلوقتي دقيق السيمولينا اللي هو دقيق البسبوسة، نص مج بس. واحط عليها نص مج جوز الهند. طبعا مش هنحط اي سكر دلوقتي خالص علشان احنا حاطين عسل اسود. وهنحط بقى كوباية الدقيق، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. محتاجين بقى ان احنا نقلبه كده بايدينا عشان نخلي المكونات كلها كده تختلط مع بعضها. نعجنهم كويس، نلمها كده هتبقى معانا زي العجينة كده. نبدأ نكورها كور صغيرة كده قد مثلا البيتيفور او الغريبة، ونعمل فيها ضغطة كده في النص عشان نحط فيها واحدة من السوداني او اي مكسرات عندنا، اي حاجة، ممكن زبيب ممكن سوداني، اي حاجة موجودة. ونخلصها كلها بنفس الشكل كده. طعمها هيعجبكم جدا وسهلة وبسيطة، تقرب قوي لطعم البسبوسة، وما بتاخدش وقت زي ما انتم شايفين. ندخلها الفرن على درجة حرارة 180، اخدت حوالي 17 دقيقة. معايا بقى كوباية صغيرة من بتاعة الشاي، شربات عادي، شربات الحلويات، يعني كوباية مش مليانة، كوباية الشاي العادية جدا، مش مج كبير ولا حاجة. ما ننساش ان هي فيها عسل اسود، يعني مش محتاجة شربات كتير ولا حاجة. طعمها هيعجبكم جدا ان شاء الله. لو عجبتكم الوصفة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.